وتعالى نجرب مرة تانية. نقول له create toolbar component. بدأ يقرا تاني الام سي بي سيرفر زي ما انت شايفه كده، ايه، خد باله ان في بروجكت في المشروع ده، وهيبدأ يستخدم الام سي بي سيرفر عشان يعمل لنا ايه الكومبوننت ده. تلاحظ هنا ان هو مستخدم تول اسمها جيت بيست براكتس. هي طبعا مش الاسم مش واضح لاخره، بس لو كبرنا ممكن يبقى واضح، عشان يقدر يعمل الكومبوننت اللي احنا عايزينه بس بافضل ممارسات للانجولار. هنا بيتكلم بيقول لك ايه مثلا، ده لو جات لك يعني، هو مش شرط تشوف الكلام ده. هنا بيقول لك I will add a reusable toolbar component، يعني هيعمل toolbar component وهيستخدم onBosh standalone default، لان ده من ضمن ممارسات او افضل ممارسات الانجولار. لو انت هتستخدم السيجنالز لازم تبقى عندك تشينج ديتكشن اون بوش. اوكي، فده طبعا حاجه كويسه جدا. هنا بس بيقول لك اليور ساند بوكس از ريد اونلي في تو مودز، هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. يعني ممكن تستخدم ريد اونلي، ممكن تستخدم لوكال اونلي. هنتكلم على ده في فيديوهات تانية مش شرط دلوقتي. بس انا بقول لك ان هو عايز ابروفال مني ان انا اخليه يكتب الكود. هقول له اوكي، هقول له مثلا I approve your edits. زي ما انت شايف بدأ يطلع الكود، يعمل allow كود تاني. هو كده عمل التمبلت وعمل الكومبوننت. هيعمل السي اس اس كده، عمل السي اس اس كده. هيبدأ يحطه داخل الاب كومبوننت، هيبدأ يحطه في التمبلت جوه الاب كومبوننت. هو كده خلص. تعالى نشوف الكومبوننت هو حاطه فين. هنا مثلا اهو كده زي ما انت شايف هو حاطط change detection strategy on push، ودي حاجة مهمة جدا. وكمان استخدم الاريا. هنشوف الموضوع ده بعدين. طبعا انت محتاج تراجع عليه مع بعض الحاجات يعني عامة، بس هو ده الفكرة في الاستخدام بتاعت انجولار ام سي بي سيرفر. طيب عايزين بقى دلوقتي نشوف لو انا هخليه يعمل كومبوننت تاني، اوكي، فوتر مثلا، بس من غير ما يستخدم الام سي بي سيرفر خالص. فهنشيل ده خالص وهنقفل الفي اس كود ونفتحه تاني. تعالى بقى نجرب دلوقتي. هنقول له برضه نفس الفكرة create footer component بس من غير انجولار ام سي بي سيرفر. تلاحظ هنا ان مفيش انجولار سي ال اي، فده معناه ان هو مش بيستخدم الانجولار ام سي بي سيرفر. هنا بيطلب الاذن ان انا اديله السماح ان هو يكتب. اقول له اوكي. هنا بيكتب الكود، هنقول له ابروف برضه. هنشوف هو عمل فيه ايه هنا. شوف هو هنا حط الامبوش استراتيجيز. هو هنا عامل مشكله انه حاطط ستاند ترو يعني بدءا من انجولار 18 هي ديفولت، فاحنا مش مفترض نحطها. تمام، يعني هو في حاجات هيعملها تمام مش ماشيه مع الانجولار او ممارسه الانجولار عامه. يعني هو عامه الفكره كلها ان هو ممكن يكون مش يعني في حاجات هيحطها مش مفترض تتحط. مثلا ممكن يقترح عليك انك تستخدم ان جي اف بدل من الاف الجديده الكلام ده يعني. بس دي فكره الام سي بي سيرفر وازاي نضيفه.